السلام عليكم. للأسف الأهلي خرج من أفريقيا زي ما كلنا شفنا بتعادل صادم في الدقيقة الأخيرة قدام صن داونز. خروج أفريقي بصراحة كان منتظر يعني بعد أداء الأهلي السيء طول الموسم مع مدرب جبان ومدرب فاشل، مدرب بيخاف يلعب كورة. أخطاء دفاعية دايما وأخطاء في قراية الجيم وكوارث فنية من أول الموسم. تأخر رحيل كولر من أول الموسم، من بعد ماتش باتشوكا في الانتر كونتيننتال. كان لازم ده كولر ده يتقال له يلا مع السلامة، مرورا بقى بخسارة السوبر الأفريقي، بالكوارث الفنية في ماتشات الدوري، بكل اللي كنا بنشوف بالأداء السيء في أفريقيا. في كل الماتشات اللي بنلعبها مفيش جملة بتتلعب، مفيش حاجة بتبان في الملعب. ماتشات كلها سيئة، تغييرات كل ماتش متأخرة، قراية للجيم غلط في كل الماتشات الأفريقية وفي الدوري. أداء سيء لكولر، وحاجة يعني تكره الواحد في الكورة. النهارده خسر الماتش بنفسه، يعني خسر الماتش بنفسه، خسر الماتش لنفسه بنفسه النهارده كولر. حاجة كارثية، تغيير طاهر وإمام. انت بتقضي على النادي الأهلي، بتقضي على الفرقة. انت بتطلع الاتنين اللي في الملعب اللي طول الشوط الأول وطول الماتش بيلعبوا لك كورة. انت مقفل وبتدافع من أول الماتش في أرضك بجبن وخوف وخايف تخسر من صن داونز، الفرقة السيئة اللي أدائها وحش، اللي طول الموسم ما بتلعبش كورة، وطول الموسم أسوأ نسخة لصن داونز السنة دي في أفريقيا. من ساعة ما شفنا صن داونز أسوأ نسخة ليهم السنة دي في أفريقيا، وأنت برضه خايف تلعبهم وخايف تفتح الملعب قدامهم عشان ما تلبسش جون. طب ما ديك لبست جون في الآخر بسبب تغييراتك الغبية وقرايتك للماتش المتخلفة. كولر كل ماتشاته هذا الموسم كده. أعتقد كولر يعني كتب السطر الأخير ليه مع النادي الأهلي، واعتقد بكره الصبح بالكتير لازم الاهلي يكون مطلع قرار برحيل كولر وجهازه الفني كله، بحتى المصريين اللي في الجهاز، بسامي قمصان، بمحمد رمضان، بمحمد شوقي، ونبدا على نضيف بقى. يعني ممكن محمد شوقي الوحيد اللي يكمل لانه لسه جاي ومبشر، غير كده بقى سامي قمصان ده بيعمل ايه في الفرقه مع كولر من ساعه ما كولر مسك؟ مفيش كوره بتتلعب بالاهلي. تغييرة اكرم اللي قضت على الفرقه، بتدافع من الدقيقه 60 يا راجل يا كافر، من الدقيقه 60. ليه بنلعب برشلونه، بتلعب بايرن ميونخ، بتدافع من الدقيقه 60 قدام صن داونز في ملعبك في وسط 60,000 متفرج في الملعب؟ كارثه، اقسم بالله كارثه. خروج افريقي كارثه، وقرارات اداريه كارثه للاهلي من اول الموسم، وتاخر لاقاله كولر اكتر من 5 6 شهور. يعني الواحد اتحرق دمه اقسم بالله. النهارده كسبان 1-0 وراكب الماتش، تروح مطلع طاهر ومطلع امام، طلعت جراديشار اجبارا عشان مصاب. يا اخي دخل فيك جون في الدقيقه 90، منزل قفشه وحسين في الدقيقه 90. يا اخي طب هاجم، خد الريسك يا اخي. عايز هات الجون التاني واضمن الماتش، هات الجون التاني واضمن الماتش. اسحب واحد يا عم المدافعين وهات الجون التاني. حاجه الناس يعني في الاستاد قاعده مصدومه صدمه السنين من اللي كولر بيعمله. كارثه اقسم بالله. الواحد عمره ما شاف النادي الاهلي كده. انت في ملعبك وفي وسط جمهورك وخايف تلعب كوره؟ يا اخي حرام عليك يا اخي، يا اخي الواحد تعبان اقسم بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. خروج افريقي للاهلي يعني صادم. انت تقريبا خلاص انت طلعت 0 بطولات الموسم ده، والفرق المنافسه ليك واحد فرقه زي الزمالك اللي عندها مشاكل السنين في نهائي الكاس، وانت ما لعبتش الكاس السنه دي قرار بسبب قرار اداري انك مش هتكمل الكاس اللي فات. ماشي، ما عندناش مشكله، ما كملناش الكاس عشان ناخد دوري وناخد افريقيا السنه دي. لا، هتاخد دوري من بيراميدز اللي راكب الدوري وغالبا هيصعد في افريقيا، او حتى لو ما صعدش هو بنسبه 99% ياخد الدوري، وهياخد الكاس من الزمالك. هيطلع ببطولتين، ولو الزمالك كسب الكاس ممكن ياخد بطوله وبيراميدز بطوله، وانت تطلع 0 بطولات بسبب القرارات الاداريه والفنيه الكارثيه للاهلي من اول الموسم. واحد مش عارف يقول اكتر من كده والله العظيم. سلام.